بتفكري في الحمل وبتدوري على الفيتامينات المهمه ليكي في الحمل، من قبل ما تفكري في الحمل لازم تبقي فاكره عارفه ان الفيتامينات اللي انت محتاجاها طول فتره الحمل ومن قبل الحمل مهمه جدا، ولازم ترجعي للدكتور اللي متابعه معاه عشان يقول لك الجرعات المناسبه من الفيتامينات اللي تناسبك. بس لما هنتكلم معاكي بشكل عام. اهم فيتامين لازم نبدا نتكلم فيه هو حمض الفوليك. حمض الفوليك من الفيتامينات المهمه جدا جدا من قبل الحمل. ممكن نبدا ننصح بعض السيدات انها تبدا تاخده من قبل الحمل ب3 شهور. حمض الفوليك هو من الحاجات اللي بتمنع حدوث تشوهات في الانبوبه العصبيه، وبتساعد على تعزيز وتطور الجهاز العصبي للجنين، وبالعكس ده بيمنع بعض الحالات من حدوث اكتئاب في الحمل. الجرعه الموصي بها هي 400 مايكرو جرام في اليوم. بعض الستات بتحتاج جرعات اكبر من كده. مين السيدات ده؟ همت السيدات اللي كان عندهم قبل كده إصابة بجنين كان عنده خلل أو تشوه في الأنبوبة العصبية، أو بعض السيدات اللي بتاخد أدوية زي أدوية الصرع، أو بعض السيدات مؤشر كتلة الجسم فوق ال35، أو بعض السيدات المصابين بالسكر بننصحهم ياخدوا الفوليك، والفوليك ده بيتاخد طول فترة الحمل، وبعض السيدات كمان بنقول لهم في فترة الرضاعة.